ازدادت قيمة معدن الكوبالت بشكل متسارع في الأسواق الدولية مع إقبال غير مسبوق وتنافسية شرسة من قبل العملاء المهتمين الراغبين في الحصول واقتناء حصة أكبر من هذه الثروة المعدنية النادرة. لذا بات المغرب حاليا الوجهة المفضلة للعديد من الشركات العالمية التي تستعمل الذهب الأزرق أو الكوبالت في منتجاتها التكنولوجية العالية الدقة كصناعة الهواتف الذكية والحواسيب والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وصناعات أخرى متعددة ومعقدة. كما يعتبر هذا المعدن أساسيا في تكنولوجيا إنتاجات الأشياء والانتقال الرقمي. ورغم قلة وندرة معدن الكوبالت على الصعيد العالمي، إلا أن المغرب يعتبر من الدول القليلة الرائدة في امتلاك وإنتاج هذا المعدن النادر، حيث بدأت أول بوادر إنتاجه محليا داخل المملكة، وذلك في بداية عام 1928 وبالضبط في منجم بوازار بمنطقة ورزازات الذي يتميز بمعدنه الخالص والقليل الشوائب بفضل مكوناته التي تحتوي على درجة عالية النقاوة والتي لا تتوفر في أي منجم يستخرج فيه معدن الكوبالت داخل المناجم المتفرقة عبر بقاع العالم. ومع زيادة الطلب على هذا المعدن النفيس بسبب كثرة الإقبال العالمي على السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة وكذا الحاجة الملحة لإنتاج الطاقة النظيفة، فقد أصبح المغرب في الآونة الأخيرة قبلة ومقصدا لا غنى عنها من قبل الشركات المعنية والمهتمين المختصين في هذا المجال. ويعد المغرب ثاني دولة في أفريقيا منتجة للذهب الأزرق أو معدن الكوبالت، وذلك بعد دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية. إلا أن معظم الدول والشركات المستثمرة في قطاع الكوبالت في أفريقيا تفضل اللجوء والتعامل مع المغرب بخصوص الاستفادة وأخذ حصة لها من هذا المعدن المقنن بضوابط واتفاقيات دولية. أما في دولة الكونغو فيتجنب العملاء اقتناء الكوبالت الذي ينتج في هذا البلد بسبب العمالة القسرية والغير الشرعية للأطفال وسوء تدبير واستغلال قطاع المناجم داخل تلك الدولة التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية معقدة انعكست سلبا على التدبير الأمثل والسليم لموارد البلاد المختلفة خاصة في قطاع المعادن. هذا وبعد خروج الاستعمار الفرنسي تولت شركة مناجم المغربية تدبير منجم الكوبالت بشكل حصري داخل المملكة، حيث وقعت مؤخرا عقد الشراكة مع المؤسسة الفرنسية رونو تقضي بموجبه هذه الاتفاقية بتزويد شركة السيارات الفرنسية ب6,000 طن سنويا من معدن الكوبالت، وذلك على مدى 8 سنوات القادمة. ويحتل المغرب حاليا المرتبة الثامنة عالميا من حيث حيازة مادة الكوبالت باحتياطي يفوق 80,000 طن،
بينما يبلغ الاحتياطي العالمي في مجمله حوالي 7 ملايين طن. وتعتبر الكونغو في أفريقيا مستحوذة على نصف الاحتياطي العالمي من مادة الكوبالت. ووصل سعر خام معدن الكوبالت في السوق العالمي في عام 2024 إلى $100,000 للطن الواحد، ويبدو في صعود مستمر مع زيادة الطلب العالمي على معدن الكوبالت، الذي يسعى المغرب حاليا في مضاعفة إنتاجه واستثماراته، التي تجلب مزيدا من العملة الصعبة للدولة وتعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وبهذه الثروة المعدنية النادرة ينتزع المغرب إذن موقعا مستقبليا ضمن سلاسل توريد المركبات الكهربائية من خلال إنتاج وتصنيع مادة الكوبالت. وحسب بيانات شركة مناجم، فيساهم الكوبالت في المغرب ب36% من رقم معاملات الفاعل الأساسي في المعادن. وينتج المغرب سنويا معدل 9000 طن من معدن الكوبالت، قابل للزيادة مع كثافة الاستثمار في هذا القطاع داخل مناجم المملكة. بينما يبلغ احتياطات المعدن داخل البلاد ما يفوق 100,000 طن. ويتوقع الخبراء في القطاع أن يزداد الطلب على الكوبالت بشكل كبير في العقد المقبل. وتسعى معظم الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد إلى ضمان الحصول على مثل هذه الثروات التي تخلق الصناعات المستدامة للمستقبل، الذي سيكون الكوبالت المغربي جزءا مهما ورافعا أساسيا في ابتكاره وصناعته، لما فيه خير للاقتصاد الوطني وكذا لسمعة المملكة على الصعيد العالمي، من خلال المساهمة الفعالة وتوفير مادة الكوبالت للصناعيين المحليين والدوليين، خاصة الذين يستثمرون في المجالات الصديقة للبيئة والمقللة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يهدد الكوكب وحياة البشرية على جميع الكرة الأرضية.